نوال من ليبيا، تحديدا من طرابلس. جيت كنت نعاني من ضعف نظر عيوني الاثنين. جينا لمصر هنا القاهرة، سألنا على دكتور، قعدنا نبحث على دكتور، دلونا عن دكتور هشام غريب. جينا درنا استشارة وقال لي يعني ممكن نقدر نزرع عدسات وطمني، وجينا درنا العملية والحمد لله زرع لي عدسات في العين اليمين واليسار. من ثاني يوم الحمد لله نظري جاء يعني ما شاء الله. احكي لي كان طلبك ايه في الاول؟ في الاول كنت نبي ليزك، لكن الدكتور بعد الكشف على عيوني قال لي ما يجيش ليزك لاني عندي عيب في العين، ما قدرش ندير ليزك. العمليه كانت سهله او صعبه؟ سهلة جدا العملية، وشكرا لكل دكتور التخدير ما خلانيش نحس بأي حاجة، والتمريض والدكتور طبعا غني عن التعريف، مشكور جدا. عملية سهلة جدا. خدنا وقت قد ايه تقريبا؟ ممكن 10 دقايق، يعني وقت قصير. بعد العمليه شفنا ازاي المسافه البعيده والمسافه القريبه؟ لا ممتاز، من المسافة البعيدة والقريبة. استغنيت حتى على نظارات القراءة، استغنيت عليها واستغنيت عن النظارة الثانية. بقى قد ايه العمليه؟ العملية الأولى يوم 5 أيام، والعملية الثانية يومين. يعني احنا دلوقتي قادرين نشوف كويس بعيد لا وقريب؟ إيه، لا ما شاء الله نشوف قريب وبعيد الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله في اي يسلمك. حاجه ثانيه حابب تقوليها؟ لا والله مشكورين، شكرا للدكتور والطاقم اللي معاه والمصح، العيادة ما شاء الله كلها المصحة خدمات وما شاء الله عليهم. والعافية. يعني هي مدام نوال كانت جايه طالبه ان هي تتابع نظاره المسافه البعيده والقريبه، ومع وجود تغيرات عدسه العين كان الاختيار مش ان احنا نعمل ليزك، خاصه مع وجود طول النظر احنا نختار نوع من انواع العدسات داخل العين اسمها عدسات طويله البؤره او الايدوف. الايدوف لينسز دي طويله البؤره بتسمح لنا ان احنا نشوف المسافه البعيده، مسافه متوسطه، وكتير قوي من المسافه القريبه. الحمد لله احنا دلوقتي بعد 3 ايام من العين الثانيه بنشوف بعيد 6 على 6، وقادرين ان احنا نقرا من غير اي نظارات. وبالتالي اختيار العدسه المظبوطه للمريض المظبوط يؤدي بينا الى افضل نتيجه. المفروض ان احنا نسمع المريض احتياجاته، زي هنا مدام نوال كانت عايزه تسمع النظاره تماما، البعيد والقريب، قدرنا ان احنا نحقق ده الحمد لله.